بتتكلم على الاتش ار برضه، فبتقول له تمام تمن الانترفيو 4000 جنيه. هو ده مش كنت انا حقيقي اللي مش بقبض؟ فاهم انا. في شركات ايام ما كنا في الكليه كانوا اصحابي في هندسه كهرباء، في شركات كانت بتخليهم يدفعوا لهم فلوس عشان يدخلوا عندهم يعملوا انترن. انا لسه مشير بوست زي ده، بس ما كانش كده. كان واحده اتش ار رد على شخص على الواتساب، بتقول له شوف انت هتديني نسبه ايه من مرتبك كل شهر واجيب لك الشغل ومش عارف ايه وكده. انا والله مش فاهم حقيقه. انا لو شخص بعت لي كده على الواتساب، انا يعني مش هقول انا هعمل فيه إيه، عشان الموضوع يبقى سيء جدا انت بصراحه يعني. انت شفتش كان في برضه واحد مشاهير بيقول لك شركه بيتكلم على الاتش ار برضه، فبتقول له تمام تمن الانترفيو 4000 جنيه. هو ده مش كنت انا حقيقي اللي مش بقبض؟ فاهم انا. يعني اصلا يا شباب برضه عشان محدش يضحك عليه، مفيش حاجه اسمها ان انت تيجي تملى ابلكيشن بفلوس. مفيش حاجه اسمها مثلا اللي انت تدفع فلوس عشان تشتغل. مفيش حاجه اسمها ان انت تدفع نسبه. معلش في حاجات زي كده في شركات اوريدي بتعمل حاجات زي كده، بس انت مش بتدفع فلوس برضه، بس هم بياخدوا نسبه. يعني على سبيل المثال في شركات اوت سورس. الشركه مم. الاوت سورس دي مثلا ممكن يكون انت هتاخد فلوس. انت كده كده هتاخد فلوس بالمصري. انت مثلا على سبيل المثال هتاخد في الشهر 20000 جنيه. ممكن تكون الشركه واخده عليك اصلا من الشركه الاوت سورس دي $1000. مم. فبالتالي الشركه يطلع لها 30000 جنيه وانت بتاخد 20000 جنيه. بس في الحاله دي بتكون وين وين، ده لان اللي انت بيحصل. لان هو شغال لك بروكر، وانت الفرص دي هو اللي جايبها لك. هي بتبقى الشركه اصلا ده التارجت بتاعها، الشركه الاوت سورس. مم. الواحد نفسه يفتح شركه اوت سورس والله يا جماعه، يعني عشان يعرف يعمل الحوارات دي. بس مش هيضحك على الناس، هديهم مرتبات كويسه. فهي ده بيحصل فعلا. والشركات الاوت سورس بقت كتير جدا في مصر، بتهاير لحاجات كتير بره مصر. تلاقي بقى عندك في وتحديدا مع السعوديه، يعني مع السعوديه بشراهه. موضوع كتير جدا مع السعوديين. هتلاقي لا مش عارف في اس تي سي وفي موبايلي، ولا ناس كتير قوي من صحابي اصلا شغالين كده. مم. بس في الاخر انت بتاخد رقم الى حد، وساعات بنسبه كبيره جدا بيكون رقم اعلى من السوق بشويه على فكره.